تعبت وشيت وكنت بنام على الترابيزه دي، وكان بيبقى تحت مني حوالي متر ميه. وهقول انا واولادي، ودي كانت اصعب فتره علينا عدت في حياتنا. هو اي حرفه الواحد لو ما حبهاش مش هتحبه اصلا، ولو ما اداهاش مش هتديله. زيها زي اي حاجه في الدنيا، ده كتير كتير. ومش هقول لك مصريين، ده مصريين واجانب وعرب، ولسه لحد امبارح كان في ناس يمنيين بيصوروا الشغل لانهم من اول مره يشوفوه. وغير كده ان الرائع ده يعني عايز اقول ان هو سافر كل الدول العربيه والاوروبيه عن طريق ناس هنا مسافره، واخدينه من امريكا للامارات لقطر للسعوديه لاماكن كتيره. طبعا دي تعتبر هي المرحله قبل الاخيره اللي هي الفرده الكبيره والتقطيع، وبعد كده التسويه، وبعد كده احنا بنبدا نرص ونجمع ونغلف ونعرض للزبون عشان يشتري. دي سنه الحياه، كل حاجه ليها موسم. فهو الرواق بصراحه يعني بدايه من رمضان مع الكنافه مع القطايف مع الجلاش مع السمبوسك، بيبقى خلاص وجبه اساسيه مع الناس لحد العيد الكبير. بنريح فتره بعد العيد الكبير صغيره، وبتبدا الناس تطلب الرواق تاني مثلا والحاجه تاني. طول ما الواحد ربنا مديله صحه وواقف على رجليه يشتغل حتى لو مش محتاج الشغل ده. وبدليل ان الحاج ابو هند اللي هو شغال معايا دلوقتي، الراجل ربنا يديله الصحه والعافيه والستر، 75 سنه وهو واقف على حيله. مقابل كده في شباب كتير اصلا يعني قاعدين على القهاوي وعلى المصاطب وما بيشتغلوش حاجه. الفرن ده احسن طريقه لتسويه الرواق. ليه بقى؟ لاني انا جيت مره حضرتك، انا رحت اشتغلت في 6 اكتوبر في مخبز عيش فينو، حاولنا نسوي على الترولي. فعلا الرواق كان سيء جدا، وطلع بطريقه وحشه جدا جدا، وكنت مستاء منه وما كملتش الشغل رغم انه كان في احسن منطقه تعتبر موجوده في مصر. بتديها شكل ولون وبتتسوى على الناحيتين، وبعد كده احنا بنتحكم في التسويه بحيث ان احنا لو عايزين رواق طري بنطلعه يعني لفه وبيطلع، لو عايزين رواق ناشف بنديله لفتين ويطلع كده. هو تبقى الصينيه ماشيه منظمه، حاجه طالعه وحاجه داخله كده، فبالتالي بيبقى الشغل كله من اوله لاخره مرتب ومنظم. هي بدايه الحياه كلها صعبه عند الناس كلها، مش عندنا لوحدي. اي حد في بدايه حياته طبعا لازم يواجه كل الصعوبات كده. انا طبعا تعبت وشيت وكنت بنام على الترابيزه دي، وكان بيبقى تحت مني حوالي متر ميه. وهقول انا واولادي، ودي كانت اصعب فتره علينا عدت في حياتنا يعني. والحمد لله ان احنا ما صبرناش على الفاضي وما تحملناش على الفاضي، وادي اولادنا اتجوزوا وخلفوا وحياتنا اتبنت واستقرينا واشتغلنا وتوظفنا وكل حاجه كويسه. اي نعم في صعوبات دلوقتي، بس اخف كتير وارحم كتير من الصعوبات اللي احنا واجهناها في الاول. انا اتمنى دلوقتي رساله عامه، اي حد عنده استعداد يتعلم المهنه لوجه الله يتفضل يجي وانا اعلمه.